السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا جدا، وان شاء الله هيعجبكم كتير قوي. لكن قبل ما ندخل على محتوى الفيديو، ضغطوا لايكات كتير وشجعونا ننزل لكم كل جديد. اول حاجه كده، ما شاء الله الفراخ بتاعتي النهارده كده عمر 42 يوم بالظبط. قلت كده اوزنها معاكم عشان الناس اللي كانت بتتكلم بتقول هتخلي الفراخ، هي الفراخ بتشيل وزن حتى لو وصلت 40 يوم بتفضل عندي زي ما هي 2 كيلو 2 كيلو وربع. النهارده باذن الله على الاكل اللي بناكله اللي هوريه لكم دلوقتي، وهنشوف وزن الفراخ. انا والله من اخر مره وزنتها معاكم لما كان في حاجه 2 كيلو 750 و2 كيلو 850 صح كده، وكانت اكبر واحده 3 كيلو اللي انا ذبحتها اصلا. يعني انا كل ما بذبح بصور لكم فيديو قبل الذبح. كان في 3 كيلو، اتنين كانوا 3 كيلو، دول خدتهم ذبحتهم، وخدت معاهم الكبار اللي كان عامل 2 كيلو 850 و2 كيلو 900. خدت 5 ذبحتهم، وبقي الشويه اللي قدامكم دول انا خدت 5 في 5. خدت لما كنت وزنت اول مره خالص لما كان عمر 36 يوم، خدت ال 2 كيلو ونص اللي كانوا موجودين و2 كيلو 600. بعد كده سبتهم. تقريبا كده كان اخر مره وزنت فيها من 3 ايام ومن 4 ايام. كان عمر الفراخ بتاعتي 38 او 39 يوم، 38 يوم تقريبا، وكان 2 كيلو 900 و3 كيلو. النهارده باذن الله انا سبت، كان كل اللي كنت سايباهم هنا كان الوزن من 2 كيلو 600 لحد 2 كيلو 700 او 750. هنشوف الوزن بتاعنا فرق ولا لا في الاكل اللي احنا بناكله. طبعا في فرختين كده، الفرخه دي صغيره مش تبعهم، دي صغيره في السن لسه كمان. فاحنا سايبين اهو، زي وهرجع اقول لكم تاني، دي سرده الفراخ اللي انا كنت مربيها، دي السرده اللي كانت فيهم. وهقول لك اوعي تذبحي فراخك لو انت عايزاهم لشهر رمضان، ان شاء الله ما تذبحهمش وتحطهم في الفريزر مره واحده، ما لهمش لازمه. والله ما لها لازمه ان انت تذبحيهم وتشيلهم في الفريزر مره واحده، طالما انت ممكن ربنا يكرمك فيهم وتخليهم، والفرخه تبقى مقام فرختين عندك، ولحمها بقى سكر. يعني مش هقول لكم اللحم بيبقى ازاي. انا دايما بقالي اكتر من 3 4 سنين بقوم مربيه الفراخ دي، وسايبه اللي انا هذبحه ليا بخليه. لو عدد كبير، لو انا سايبه لي مثلا 30 فرخه، بقوم ذابحه 10 ومخليها 20 مثلا اكل منهم، والتانيين بيكبروا معايا، وكل ما احتاج فرخه اذبحها اول باول. فنصيحه مني، لو انت مربيه فراخك لشهر رمضان، اوعي تذبحيهم مره واحده، خليهم كده كده باذن الله. احنا يعني اول ايام الشهر الكريم لما بنحتاج واحده هنذبحها، هنحتاج 2 هنذبحهم، فخليهم معاكي طول الشهر، وشوفي بقى واتفرجي على حجم الفرخه وعلى طعمها السكر. طيب انا باكل فراخ ايه دلوقتي؟ انا باكل دشيشه، وباكل عيش، وباكل علف، وفي حق بصوا ده قدامهم اكل من امبارح اهو، كله تشيشه. بصوا شايفين في نسبه علف خفيفه قوي اهي. وده الشعيش كمان هوريه لكم. انا كنت دش عيش في الخلطه اللي خلصت دي، فاللي باقي معايا دلوقتي كنت حاطه عيش مدشوش اهو. اللي مش عارفه الكاميرا موضحه لكم شكل العيش ولا لا، عيش مدشوش وعلف وتشيشه. انا كنت دش عيش، يعني كنت عامله لهم خلطه كده ولسه خلصانه اخرها النهارده، فجبت علف وجبت تشيشه وجبت عيش، هعمل لهم الخلطه تاني. طيب انا دلوقتي ما عنديش عيش ناشف، انا كنت دشيت كميه العيش اللي كانت عندي وكنت خلطتها. كنت عامله لهم الخلطه عباره عن 7 كيلو من العيش المدشوش، وكانت 4 كيلو من الدشيشه، و2 كيلو من العلف. يعني الخلطه بتاعتي كانت عباره عن كده. طيب الناس هتقولي طب ما العلف غالي، انا بحط 2 كيلو علف بس، يعني انا حاطه 11 كيلو من الانواع التانية، وحاطه 2 كيلو من العلف بس، كانوا 14 كيلو. طبعا قعدوا ياكلوا فيهم وقت كويس لان العدد مش كبير. فانت لو خليتها عندك وعملتي خلطه ليهم، مش هتحسي خالص ان هم بياكلوا او بيتكلفوا عليكي ابدا، مش هتحسي بتكلفتهم ابدا، لانك انت لو عملتي 10 15 كيلو هيقعدوا معاكي بتاع اسبوع واكتر كمان. فانا بس دلوقتي هرجع لكم تاني نشوف الخلطه، هحط لهم ياكلوا، هنوزنهم مع بعض ونشوف الاوزان وصلت لحد فين. بصوا يا حبايب قلبي اهو العيش اهو، انا فرقت العيش، يعني انا عملت كميه عيش حلوه كده اهو فرقته. طيب انا بحط نسبه علف ليه؟ انا بحط نسبه علف بروتين، وعشان برضو في نفس الوقت انا ما منعش عنهم العلف. طيب انا عملت الخلطه اهي هناك وسايباهم ياكلوا فيها. انا بوريكم بس ده اللي هيتعمل الوجبه اللي جايه. عادي اهو زي ما انتم شايفين كده العيش اهو، ما شاء الله انا عامله كميه حلوه، ممكن يكون 2 كيلو من العيش تمام، بس العلافه طبعا كبيره فهم مش ظاهرين قوي. ومعايا بقى ايه ادي اهو، دي الدشيشه، هحط مثلا 2 عيش و2 دشيشه، 2 كيلو عيش و2 كيلو من الدشيشه،
وهحط كيلو واحد بس من العلف، مش هزود اكتر من كده. انا يعني لو هحط 4 كيلو شيشه و4 كيلو عيش، هحط معاهم 2 كيلو من العلف. اما بقى لو هحط زي ما قلت لكم كده 2 دي شيشه و2 علف، يبقى 2 دي شيشه و2 عيش، يبقى احط كيلو واحد من العلف. طيب هو انا ينفع احط حاجه غير دول؟ اه طبعا، يعني انا دايما بقول لكم اللي موجود عندك حطيه، اللي موجود عندك حطيه، بس احتفظي بالبروتين بنسبه البروتين في جسمهم. يعني ما تروحيش مثلا تجيبي لي برسيم وتحطي لي برسيم على رده وتقولي ما انا باكلهم اهو. طبعا ما ينفعش خالص، وما يربيش لحم خالص معاكي. برسيم على رده ما ينفعش خالص، ولا عيش على رده لوحده ما ينفعش خالص. ممكن احط عيش، وبلاش الرده خالص للفراخ. يعني انا دايما بقول بلاش الرده للفراخ، ما تنفعش. ممكن احط بقى ممكن احط عيش، ممكن احط قمح، وممكن احط علف. يعني القمح مكان الدشيشه، انا ممكن احط القمح مكان الدشيشه، وهو ارخص برضو من الدشيشه. بس انا بصراحه عندي نص شكاره دشيشه هنا، فباخد منها برضو وبحط. لكن لو مش عندي بدور على اقل حاجه احطها، زي ما قلت لكم اللي هو العيش. العيش ارخص حاجه طبعا دلوقتي في اكل العلف او في خامات العلف، ده ارخص حاجه اللي هو العيش. تمام. ممكن تحطي فول، الفول الصويا او الفول المدشوش عادي جدا، بيهضموه بيبقى حلو قوي. طيب احنا بنقول ناس تيجي تقول لي ده الغله مش بيهضموها. ازاي مش بيهضموها يعني؟ لا بيهضموها وبتبقى زي الفل، وكمان بتوفر علينا في الاكل. هناخد كده واحدة او اتنين قبل ما ياكلوا، نوزنهم ونشوف الموازين بتاعتهم وصلت لحد فين. بس عايزه اقول لكم الفرخه طالما عدت معاكي ال 40 يوم وتشيل معاكي وزن، انت دايما تعملي بقى ايه اللي هو تحط في دماغك ان انت توزنيهم كل يومين او ثلاثه، تشوفي الفرخ بيزيد معاكي ولا لا. لان الفرخه لو مش بتزيد يبقى تتذبح، خلاص لازم تتذبح. اما الناس اللي بتقول لي بقى هي الفراخ نوعها ايه عشان تشيل الوزن ده، فراخ بيضه عادي جدا. انا عندي فراخ هنا قب، وعندي فراخ خبر. تمام. انا كنت منزله دور، دايما بنزل كب وهبر. في اربو بيشيل وزن، جربت الاربو برضو كان معايا ما شاء الله شايل وزن حلو جدا. وجربت كذا نوع يعني. نشيل كده، نشيل الفرخه دي، بس عايزه اخد كذا فرخه معايا لان الميزان بره ما نروحش ونيجي على الفاضي يعني. ما شاء الله انا حاساها تقيله في ايديا، يعني مش رفيعه، لا في ايدي تقيله، حاجه تقيله اللي هي جمدت كده وماسكه نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم. استني. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا دي 3 كيلو 550، 3 كيلو ونص و50 جرام كمان اهي. ما شاء الله حلوه جدا، 3 كيلو ونص وعليها 50 جرام كمان. تعالوا نجيب الباقي كده بسم الله. هنجيب، بصوا زادت. اقل فرخه كانت عندي اللي هي كانت ما شاء الله، يعني كانت اقل فرخه عندي كانت 2 كيلو 2 كيلو 750. دي كانت اقل فرخه. ناخد كده كذا فرخه وارجع لكم تاني. جبت الفرختين دول والتانية اهي، عشان ما فيش حد يقول لي هي التانية 3 كيلو 550. تعالوا كده ننزلها ونحط واحدة من دول، نشوف هتبقى نفس الاوزان ولا اوزان مختلفة. لا تعالي هتطلعي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب دي 3 كيلو، دي 3 كيلو وربع بالظبط اهي، 3 وربع. ودي كانت 3 كيلو 550. نشوف دي كمان كده، دي 3 وربع برضو فيها زيادة، ما شاء الله حلوة برضو. ودي نفس وزن الاولانية اهي، 3 كيلو 50 جرام بالظبط ما شاء الله. 3 كيلو ونص مش 50، 500. دي 3 كيلو ونص كده، يبقى معايا 3 كيلو ونص و50 جرام، و3 كيلو ونص و3 كيلو وربع. تعالوا نجيب واحدة او اتنين كمان بس كده عشان نشوف الاوزان كلها زي بعضها ولا في حاجة بتزيد قوي وحاجة ما بتزيدش. بسم الله. هقفل بس معاكم عشان اشيل 2 في ايدي وبعد كده ارجع قلبا. جبت 2 كمان اهو اهي، دي ودي. هشيل دي بس كده. لا تعالي انتي مش كوزه، انتي لسه انزلي انتي. نزلت اهي وميزان مصفر. دي 3 كيلو 3 كيلو 120 جرام. تعالي انتي كمان. بسم الله. لا بصوا يا حبايب قلبي، دي 3 كيلو 300 ما شاء الله. هما داخلين على 4 في الطريق ل4 يعني خلاص. فطالما بيزيدوا كده خلاص انا كده هخلي الفراخ لحد ما توصل 4 كيلو بس، مش هزودها عن 4 كيلو بس. لحم عسل، لحمهم حلو جدا في الوقت ده وفي الحجم ده. طيب انا بدل ما اجيب فرخه بقى راح اذبحها، يعني بدل ما اذبح فرخه
كيلو ونص او 2 كيلو مثلا، وعندي الفرخه ممكن تزيد ل 4 كيلو، فالفرخه هتبقى مقام 3 فرخات عندي يعني، او بصوا هو ال 4 كيلو منها هيبقى مقام فرختين او 3. ليه بقى؟ هقول لكم ان اللحم بتاعها نشف خلاص، ما فيهاش دهون، ما فيهاش ميه، ما فيهاش زلال. لا الفرخه ما شاء الله كبرت وتقلت وبقى حجمها حلو جدا، ولحمتها والله ولا البلدي. الفراخ البلدي ما تجيش فيها حاجه اصلا. انا بس حبيت اوريكم كده الاوزان بتاعتي اهي، والاحجام بتاعتي قدامكم على الميزان اهي ما شاء الله. هنتابع مع بعض. انا ممكن اسيبهم بس ما يكملوا 50 يوم باذن الله. هما كده عمر 42 يوم، فانا ممكن اسيبهم لحد ما يكملوا ال 50 يوم. يكملوا ال 50 يوم ان شاء الله هتبقى الفرخه بتاعتي ممكن في الاسبوع ده تزيد النص كيلو او تعدي النص كيلو كمان. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو اضغطوا له لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.